جزء كبير قوي قوي من الخلافات الزوجية بيبقى سببه قلة التقدير، او الاحساس بقلة التقدير، او انه مثلا هي حاسة ان هي مش مقدرة كما يجب، او هو حاسس ان هو مراته مش بتقدره او مش حاسة باللي هو بيعمله كما يجب. طيب خلينا نقول ده حلها ايه. يعني لو احنا لازم نتكلم للطرف الاخر، ودلوقتي الطرف الاخر ما بيشتكيش، هو ما بيقدرش بس ما بيشتكيش، مش مدي مراته قيمتها، مش متضايق وحاسس ان هو ده انا يعني عامل اللي عليا وزياده، ده انا اقوال لا افعال انا ما يفرقش معايا، انا ما بعرفش اتكلم. دي كلمه مشهوره قوي، ما بعرفش اتكلم ما بعرفش اتكلم. فلو احنا اتكلمنا للطرف اللي هو غير مقدر، بقول له على فكره انت بتعرف تتكلم، ماشي، بدليل انك انت بتقول اهو لسانك شغال تقول ما بعرفش اتكلم، لا ما انت بتعرف اهو يعني لا بتعرف تتكلم. فالكلام ممكن نستخدمه يعني كلام اللي يبسط. يعني دي حاجه مهمه قوي ان الواحد يتكلم اللي قدامه الكلام اللي يبسط، بالذات لو حد يفرق معاه. طيب الست بقى اللي غير مقدره، او العكس على فكره، بس انا بقول عشان الاغلبيه العظمى يعني. الست اللي غير مقدره بقول لها قوي نفسك عشان انت تبقي مقدره قدام نفسك. خليكي ست قويه، اعملي كارير، اعملي فلوس، اعملي مكانة اجتماعية، خلي الناس اللي حواليكي كلهم يبقوا شايفين قد ايه انت قيمتك عالية، علشان حتى لو هو جوزك أثر في المسألة دي، تبقي انت احتياجك الشديد للتقدير ما يبقاش عطشان، لانه انت مقدرة من نفسك بأفعالك وبأعمالك وبكاريرك وبفلوسك وبشهادة الآخرين ليكي. تمام. ونفس الحكاية برضو بالنسبة للراجل اللي مراته مش مقدراه، خلاص قوي نفسك، وانت خلاص عارف انك انت مقدر، ولنقل ان هو ده عيب عند مراتك وفيها مزايا كتير نركز عليها، والعيب ده يعني نتجاوزه شوية. طيب اذا عايزين نعرف ليه العيب ده، ممكن يبقى كذا سبب. اول سبب ان هو يكون طبيعته يعني مش بيعبر عن الاشياء الايجابيه. طبعا ده عيب خطير جدا، بس انا بتكلم ان هو جايز يكون ده طبيعته. طيب ده يتغير؟ طبعا يتغير. هو لو عايز يغيره هيتغير، ولو عايز يعود نفسه ان هو يقول للاخرين مزاياهم هيعمل كده، ويا رب يا رب يعمل كده، لانه ده هيبقى المساله دي هتبقى حاجه كويسه جدا دنيا واخره على فكره. يعني حتى عند ربنا دي حاجه كويسه، ان هو لو قلت للاخرين ميزتهم هيتبسطوا. فده حاجه رائعه انك انت تدخل السرور على قلوب الناس، يعني تحسسهم قد ايه هم كويسين ومهمين. طيب الميزه الثانيه بقى في الدنيا، هتبقى محبب الطله. يعني ايه؟ يعني الناس هتحب طلتك، هتحب طلعتك، هتحب محياك، هتحب وجودك، ان هو ده الشخص اللي بيقول لنا كلام كويس، ده الشخص اللي بيقول لنا مزايانا، فهيبقوا بيدوروا عليك، عايزين يرتبطوا بصداقه معاك، عايزين تبقى موجود معاهم في التجمعات بتاعتهم وهكذا. وطبعا انا بقول عايزينك يبقى عايزينك انت كمان يعني. فالمساله يا جماعه سهله جدا. ربنا مدينا لسان مش بس عشان الانتقاد، ومش بس علشان الشكوى، لكن كمان علشان الكلام الحلو والتقدير اللي نستحقه كلنا. كل واحد فينا بيبقى عايز يحس ان هو مقدر، عايز يحس ان هو يسوى، عايز يحس انه وجوده فارق. كلنا محتاجين ده من كل الناس، واوفرول يعني فوق كل الناس محتاجين ده من شركائنا في العلاقة.